السلام عليكم، مرحبا بكم في موضوع جديد اللي مثير للجدل. نبداو على بركة الله. كتقول الكتب السماوية بأن الله سخر الجن والشياطين لخدمة سليمان عليه السلام باش يبني الهيكل. كانوا كيطيعوه في أي كلمة قالها. عطاه الله واحد السلطة والقوة اللي ما كانت عند حتى شي واحد، لا من قبل منه ولا من بعد منه. هو النبي الوحيد اللي عطاه الله الملك والنبوة في وقت واحد. سخر الله الجن للنبي سليمان عليه السلام بحيث كان كيشوفهم وكيهضر معاهم، وهو اللي كان كيحكم بيناتهم بالعدل، وكان كيعاقب اي واحد ما خدمش مزيان او تعدى على جني اخر او تمرض. اذا بما اننا حنا الانس كنعتبروا من المخلوقات اللي عندنا مجتمعات وقوانين كتحكمنا، فكذلك الجن حتى هي كتعتبر من المخلوقات اللي عندها عوالم وقوانين اللي كتحكم في المجتمعات ديالها. يعني بحال الانس ما كاينش الاختلاف. وباش الانس يعرف الجديد ديال الجن، شكون اللي كيحكم وشكون اللي جراو عليه وشكون اللي ولا وزير، كاينين طقوس اللي كيتابعوها الروحانيين بواسطه جلسات تحضير. وهنا ما كنهضرش على تحضير ديال جوج دريال ديال شمعه وكاميرا وكيقول لك راني كنحضر جني، لا. التحضير اللي كنهضر عليه كيتخسروا فيه الملايين، حيت البخور اللي كتستعمل في التحضير كيكون غالي بزاف ونادر. المهم العادات ديال ملوك الجن مستحيل تعرفها، لان مجتمعات ديال الجن كبر من المجتمعات ديال الانس بعشرات المرات. واخا حتى هما عندهم الكوارث الطبيعيه، الامراض، الوفاه، ولكن المجتمعات ديالهم ما كتاثرش بحالنا، لانهم كيمتازوا بالعمر الطويل، يعني كيعيشوا بزاف السنوات، ماشي بحال البشر. العمر ديال الجن كيقدر يوصل حتى الالاف السنين. اشهر كتاب ذكر بشكل مفصل ملوك الجن هو كتاب البلهان لعبد المحسن الاصبهاني، وكذلك بزاف الكتب اللي هضروا على الملوك وكيتمنعوا بشكل قطعي يستعملهم شي واحد اللي ما عندوش الخبره في التعامل مع هذا النوع من الكتب. المهم من اشهر الملوك اللي طرق لهم هذا الكتاب هو الملك شمهاروش او قاضي قضاة الجن، محبوب الجماهير للاسم ديالو تذكر في اشهر الافلام العربيه، وبحال اللي كيسميوه الدول العربيه الملك شمهورش. كيتعتبر هذا الملك من المسلمين المتشددين، اللباس ديالو ديما كيكون في الاخضر. كيتقال انه ما بقاش كيشارك في الحروب حيت ولا كبير في العمر، وهذا هو السبب ايضا اللي كيخلي الروحانيين صعيب عليهم انهم يحضروه. وكيف ما عندنا في الارض ملي كيكبر شي واحد في العمر كيبدا يوجد الابن ديالو باش يشد عليه الحكم من بعد الوفاه ديالو. داكشي علاش الملك شمهاروش حتى هو كيوجد الابن ديالو الوليد باش يكون هو الخليفه ديالو في عالم القضاة، وكذلك كيتعتبر الاستاذ ديال بزاف الطلبه اللي كيتكونوا بين يديه، وهاد الطلبه منهم الانس والجن. مكان السكن ديالو هو المغرب على بعد 50 كيلومتر من مراكش، وبالضبط في قريه إمليل، القريه اللي الا دخلتي ليها كتحس براسك انقطعتي على شي حاجه سميتها التكنولوجيا. هي منطقه الا مشيتي ليها مره ضروري ترجع ليها بكثره ما هي غزاله، خصوصا انها مشهوره عالميا بجبال الاطلس. لكن كاينين الناس اللي من هذه المنطقه مشهور عندهم بمقام سيدي شمهاروش، حيت الا بغيتي توصل لهذا المقام كيخصك ضروري تسلق جبال الاطلس، تحديدا جبل توبقال. منين غادي توصل غادي تلقى المكان اللي كيسميوه مقام سيدي شمهاروش، ما هو غير قبه بيضاء وفوق منها رايات في الحمر وفي الخضر. كيقولوا اهل المنطقه بانه هذه هي الالوان المفضله للملك شمهاروش. حدا هاد القبه غادي تلقى حيوطه فيهم بعض الايات القرانيه وشي ادعيه، وتحت من هاد القبه غادي تلقى واحد الحاجه اللي كتشبه القبر مغطيه بالثوب الاخضر ودايره غير بالشمع. وهذا المقام دايرين به بزاف ديال المقامات ديال جنون اخرين بحال سيدي ميمون، الباشا حمو، ولا العيشه. اصلا غير تحط رجليك في هذه المنطقه غادي تحس بالرعب، لا من صعوبه باش تطلع لذاك الجبل، لا من الجو اللي كيتبدل بالزربه. ولكن الحاجه الوحيده اللي غتخفف عليك شويه هي واحد الشلال صغير تما اللي كيدوز على جوج صخرات كبار، واللي الناس ديال هذه المنطقه كيسميوه مقام لاله العيشه، حيت كيتعتبر انها بنت ملك الجان شمهاروش.
اكثر جمله اللي ممكن تسمعها في هذه المنطقه وخصوصا من الناس اللي عندهم اعتقاد بالملك شمهاروش انه بما ان الانسان عندهم محكمه راه حتى الجن عندهم محكمه. كيقولوا انه هذا المقام عنده 7 ديال ملوك الجن وكل نهار مخصص الملك فيهم، وكيبقى نهار الخميس هو النهار المخصص للملك شمهاروش اللي كيتعتبر الزعيم ديالهم كاملين. اغلب الناس اللي غتلقاهم في هذا المكان كيكونوا جايين غير باش يلقاو حل يا اما المشاكل ديالهم النفسيه او الصحيه، وكاين اللي كيجي حتى على ود المشاكل ديالو الماديه. اغلبيه ديال الناس اللي كيجيو لهاد البلاصه كيكونوا متلبسين بالجن وكيجيو لهاد البلاط باش يقاضيو في محكمه الجن. كيف بحال عندنا ملي كيتسلط علينا شي حد كنمشيو ندعيوه، راه نفس الحاجه، غير هو دابا انسي غيمشي يدعي جني عند واحد القاضي اللي كيسميوه شمهاروش. مختصين بحمايه هذا المكان كيمنعوا السياح بشكل قطعي انهم يدخلوا لهذا المقام، بحيث كيعطيوه واحد القدسيه كبيره وممنوع الغير المسلم يحط رجليه فيه. الاعتقاد اللي رائج في هذه المنطقه هو انه ملك الجان شمهاروش هذا هو المكان المفضل عنده اللي كيجي ليه باش يتعبد ويتقرب من الله، كيف ما قلنا قبيله انه هو جني مسلم ملتزم بزاف تعاليم الدين الاسلامي. كيفاش كيكونوا طقوس هذه المحكمه؟ كيتقال انه اول حاجه ملي تدخل خاصك تشعل الشمع، بحيث غادي تلقى الاغلبيه ديال الصخر اللي كاين تما مطلي غير بالشمع، وهذا الشيء كيتعتبر طقس ضروري وواجب عليك ديرو. والحاجه الثانيه اللي غتلقى هي الصخر اللي مغطي بالدم، وهذا الدم كيكون عباره عن دم القرابين اللي كتقدم كهديه للملك شمهاروش، وهذا الشيء كامل كيكون عباره عن طلب باش يشوف لهم القضيه اللي جايين على قبلها ويحكم فيها. وملي هاد الناس ما كيتوصلوا لحتى شي حل كيتوجهوا لمرحله اخرى اللي سميتها عقد محكمه الجن. كيقولوا الناس اللي مكلفين بالاداره هو ان الشخص الا كان عنده مس جني غير كيحط رجليه في هذه المحكمه كتجي حاله صرع، وكذلك كيغيب، وواحد شويه الجن اللي كيسكنوا هو اللي كيتحكم في الحركات ديالو وفي اللسان ديالو، بحيث كيولي الجن اللي متلبسو هو اللي كيهضر في بلاصتو. كيقولوا فاش كتكون كدار هاد الطقوس الجو كيتبدل، وكاين اللي كيقول بعض المرات الا كان في الداخل ديال المحكمه شي قضيه اللي صعيبه وخطيره بزاف غادي تشوف الرعد والبرق واخا يكون الجو سخون بزاف. من بعد ما تعرفنا على الاعتقادات المزعومه على اشهر جني واللي داول الاسم ديالو في اشهر الافلام، واش بصح كاين شي حاجه اللي سميتها محكمه قضاة ديال الجن اللي يقدروا يحكموا ما بين انسي وجن اخر؟ اعطيوني الاراء ديالكم والتفسيرات ديالكم، وحتى اللي سبق ليه مشى لهاد البلاصه يكتب لينا في التعليقات على التجربه ديالو. وما تنساوش كالعاده الى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وديروا الجيم وتضغطوا على الجرس باش توصلوا باي جديد. السلام عليكم.